لك تو نشوف شويه بشويه شيك مزروب انت. هادو نشوفوا التقرير نتعرفوا على حكايتك ثم لا نعود. كل طالها وكل مجتمع عنده عادات وتقاليد الخاصة به. هذه حكاية خير الدين اللي تعلق بطفلة واخطبها وبدا يحضر في عرسه، لكن المشاكل بدات وقت اللي خو خطيبته رفض انه يناسبهم وياخو بنتهم، الشيء اللي خلى عائلة خير الدين تتراجع في قرارها وترفض العرس. والليلة جاي خير الدين اللي عندي ما نقولك مستدعي خالتي وردة أم خطيبته، يحب يقنعها إنها توافق على عرسه من الطفلة اللي حبها وما تحرموش من رضاها. أهلا بك خير الدين. السلام عليكم. أيوة سي خير الدين، كيفاش بدات الحكاية سيدي؟ الحكاية سي علاء، نحب نسأل الوالدة تسامحني أنا تو، أول حاجة باش نحكي لها. هي مش موجودة الساعة. مش موجود، سامحني لا تعبها وكاو. اللي حبيت حاجة نحكي لك الساعة، أو البداية فهمتني ولا؟ لا احكي لي البداية الصحيحة تو. البداية أنا البنية ذي فهمتني ما نعرفهاش جملة. فهمتني؟ أنا بنية. خطبها تو. شكون البنية؟ البنية خطبها اللي معاها تو. إيه؟ لا ساعة وين تعرفت عليها وكيفاش تعرفت عليها؟ تعرفت عليها كلمتني الوالدة، أنا نخدم في تونس أنا في بن عروس. قالت لي ثم بنية حلال واحد، فهمتني؟ تشوفها. هبط؟ هبط البلاد بريود العيد. عيطت في الدار يمكن 4 نهار يمكن. قالت لي برش تعرف على بنية وشوف احكي معاه ابقى معاه وشوفها. شوفها معايا. اي شوفها. مشيت انا لدارهم بحكم ما نعرفهمش الجمل. صحيح معناتها بيت عمي معناتها يقربوا لي. لكن انت ما عنديش بها علاقه جمله الطفله دي قبل. اي شفتها ولا؟ شفتها قعدت معاها ارتحت معناتها نلقاها بنيه متربيه. ما عندها حد شيء. شو ما عندها حد شيء؟ انسانه نتاع دار كيما يقولوا تزيري نتاع دار. فهمتني؟ ايه. روحت للدار معناتها قعدت يجي 4-5 ايام رجعت لتونس هنا. ايه استناني عاد قبل ما تروح. قبل عجبتك البنية؟ عجبتني ما قبلت. انا قبلت. وهي؟ الطفله قبلت. هيا به؟ متفاهمين سي بون. روحت للبلاد وسمى معناتها طفل خو الطفله دي. جيت حكايه بين النساء حب ياخو اختنا فهمتني. كيفاش؟ حب يتعرف عليها فهمتني كيفاش. انت تعرفوا؟ نعرفوا انا فهمتني. تعرفتوا على بعضكم زاد؟ لا الولد هذي تعرفت عليه انا نعرفه من قبل. من قبل. حب ياخو اختي انا فهمتني. بعد قداش مده من اللي انت مشيت تعرفت عليه؟ في نفس البريود، نفس معناتها ما ثمش ضغط طويل بيناتنا. هو يعرف اختك من قبل؟ ما يعرفيش حتى هو كيفي انا. هاي باهي هذه هدرة نساء هذه. يرحم بوك. ايوا وليد كيف اخت بها. هاي بعثوا الوليد باش يشوف اختك. الوليد بعد 4 ايام مشيت انا لتونس فهمتني نخدم. كلمني قال لي باش نمشي للبلاد، قلت له خويا مرحبا بك، انا مش موجود في القصرين، مرحبا بك في دارنا. ما حتى مشكل. طبيعة. كما فرحوا عي بيا دار معناتها عملوا معايا الباهي فهمتني. فرحوا بيه. فرحوا بيا قاموا الواجب معايا. فرحتوا بيه انتم؟ فرحنا بيه. شاف البنية اختك؟ شاف البنية فهمتني. ابقى ليلة في الدار يمكن بيت ليلة حتى الدار. بعد فهمتني روح الصباح. بريسك يمكن جمعة يمكن. قاعد يتكلم فيها بالتليفون جمعة. انت وافقت اختك ولا الساعة؟ الطفلة موافقة. كيفاش موافقة؟ سألتوه؟ سألني قلت راضي بالوضع. راضي به. فهمتني. وهو راضي؟ حتى هو معناتها مش راضي. امه مشى علامة رضا، ما عمل لا قال لا ايه لا لا. به. ساكت. به. فهمتني. ما اختلفناش. اروح للبلاد ديك البريسك جمعة من زمان ما حبش يكلمني انا. كلمتني اخته اللي حاجتي بها انا تو. قالت لي خويا روح حب يكلمكم وروح حاشم منكم معناتها ما نجمش. عليه ان شاء الله خير. ايش فهم؟ ما نجمش مش يحكي. قلت لها علاش بالضبط؟ ايش فهم؟ قالت لي راهو قال معناتها مكتوب وكخواطري ما حبتش فهمتني. ما عجبتوش البنية. هي مش عيب. جوابي انا قلت له خويا انت حر في حياتك. كها؟ انت مش انسان باش يعطي غصبه لي حاجه. هي ما يفهم اصول. انت مشيت للدار شفت البنية والسيد هذا موافق وانت عجبتك البنية وهي عجبتها. اتفقتوا. جاء حب هو يعمل نفس الشيء اللي عملته انت، ما فيهاش عيب والعائلات متفاهمه. جاء هو حب يشوف اختك شافها. البنية راضي، هو قال لا مانيش راضي. قال لا. اي ما فيهاش عيب نورمالمون. جوابي انا قلت له ما ثم حتى مشكل بالنسبه لي انا، ما تدخلش في حياته، هو حر. ومش باش نقول له خذ اختي. ولو مش بالسيف. عندها مكتوب. ومش مربوط بمصيري بمصير اختي. هذه حاجه ساعه. كل حاجه في بلاصتها. نفهمها انا فهمتني.
انا جوابي كلمته باللغه اللي حكيتها لك بالضبط، فهمتني؟ بعد بنهارين كلمتنا الدار على اساس باش يمشوا يعملوا فاتحه، باش يمشوا يخطبوا. تعملوا خطبه رسميه اي؟ فهمتني؟ سي علاء بحال يمكن قبل بربع ساعه كلمني خو الطفله. قال لي يا ولدي قبل لا تجي ازمك تعلم دارك الطفله ورفض الحكايه جمله. شنو هي ما فهمتكش؟ الولد ما في بالها معناتها باش ياخذوا معنا وناخذ بعدها. ما فهمتش فهم. ماشي في باله معناتها هما باش انا ناخذ بعدها بنتهم واختي لا تاخذ خوه. وشكون اللي عمل لها الحسبه هذه الكل؟ شكون اللي خطط لهذا الكل؟ حسسها مخططه الحكايه. مخططه من نساك ما كنت نحكي. انسى هدرة نساء. اي انت ايش دخلك انت في الحكايه هذه؟ انت قابل والطفله قابل. قال لي يا خويا انت باش تجي للدار مرحبا بيك ولد عمي. اما على حاجه دارك ماذا بيك تعطينا نصيحه بعدها باش ما يجوا نبقوا في الحشوميه مع بعضنا. الطفله رافض الحكايه نتاع اختك. باهي متفاهمين. هي شنو هي المشكله؟ ما فهمتش المشكله. المشكله الوالده معناتها كي تسمع بالحكايه هذه ملي كانت باش تجي معي ترفض. ما فهمتكش فازت. تحب على بنتها، تحب معناتها انا ناخذ بنتها، كي ناخذ الطفله هذه يلزمها بنتها هي تاخذ الولد هذه اللي حكيت لك عليه. بدل الحكايه، فهمت كيفاش؟ معناتها اختك لازم تاخذ نصيبك. يرحم والديك. سينو انت ما تاخوش البني. معناتها انا جيت ضحيه ما بيناتهم. اي شكون اللي اعترض لك؟ انا ما فهمتش. امك اعترض لي، امك قالت لي مادام هو رفض اختك انت ارفضها. ايوه انا راني خطبت. قلت لامك ولا؟ انا مشيت. استنى فهمت. اي خليك معايا صريح وما تبداش تدور بيا لا منا لا من. خطبت هزيت امك ولا؟ باش نسيت امك. استنى لا جاوبني على قد السؤال. خطبت هزيت امك ايه والا لا؟ ما هزيتش، هزيت مع هزيت لا هزيت امك ايه والا لا؟ لا ما هزيتش. شكون هزيت؟ هزيت معايا واحد يقرب لي ومرته. امك ما هزيتهاش؟ ما مشيتش معايا. بوك حي؟ بويا حي. ما هزيتوش زاد؟ الشايب جيت نحكي معاه. لا هزيت ولا ما هزيتوش؟ لا ما هزيتوش. باهي زاد هو كيما نفس موقف امك قال لك ما تاخذش. تبع في الوالد. باهي دقيقه. خطبت بالسرقه لا ولا مش بالسرقه. كلمت دارها معناتها قبلوا لي، معناتها قالوا لي اسمع نحن هو عم السيده دي عم الشيب بابا عمو البنت ودي. شعلينا فيه. قال لي ما نجمش نتعداها. فهمتني ولا؟ قال لي امشي يعطيهم فرصه. انت خطبت ولا ما خطبتش؟ خطبت. وداركم مش موافقين؟ قالوا لا. لا زوز الوالدك هو. يعني ما حضر معاك حد في الخطبه؟ لا امك لا ابوك؟ لا ما حضروش معايا. وقلت لامك وابوك راك باش تخطب ولا؟ كلمتهم اخر نهار بالضبط. لا توا وانت جاي امك وابوك في بالهم اللي انت خطبت والا ما في بالهمش؟ في بالها. في بالهم. ما تغشين عليك هما؟ يدي الوالده معناتها نجي نكب عليها تقول لي ما تكبش عليا ومعناتها مش ولدي. معناتها رفضتك كريمه. قالت لي مش ولدي اصل معناتها، ولو قالت لي نسمع لك حاجه معناتها يمكن نتحير معناتها من ناحيتك من راسي معناتها. يعني امك غضبت عليك؟ غضبت مش راضي عليك. وابوك زاد؟ الشيء ثاني كان مع قبل يحكي معايا كان نروح من تونس للبلاد مسكر عليه اللعب جمله ما يحكيش معايا طول. يعني ما همش راضيين عليك الزوز حاليا مش مرضيين. حكيتش معاهم بعد حاولت باش نحكي معاها، جبت لها خالي جبت لها فهمتني عمامي خالاتي شيء. وين عايش انت؟ مع امك وابوك ولا وحدك؟ انا الاكثريه ديما في بن عروس في تونس. انا تخدم؟ نروح ضيف للدار. اختك المعنيه بالامر شنو موقفها زاد؟ اختي كيما امك وابوك والا لا؟ اختي والله عادي. معاك ولا ضدك؟ قلت معناتها ان شاء الله مبروك عليه حب ياخذ انا عندي مكتوب. فهمتني؟ ايوه. انت علاش باش تستدعى امك الليله؟ باش تستدعى امها اول حاجه باش ترضيها. وانا سي علي معناتها نبرمج باش نعرس يمكن منها للصيف. ايوه تحب معناتها نحب نعمل حتى شيء هي والشيء موجودين. انت استدعيت امك ولا ابوك؟ استدعيت امك مش ابوك؟ لا مش بول. مش بوك. على كل ان شاء الله الليله نوفق في انه بوك يكون موجود الليله بحذنا في برنامج عندي ما نقول لك. خير الدين جا البرنامج عندي ما نقول لك. حابب على رضايه الوالدين مشى يخطب طفله من دارهم. خو الطفله جاء حب يخطب اخته. الوليد ما عجبتوش الطفل. فاش جا الطفل هذا؟ خير الدين امه ما رضتش عليه وابوه مش راضي عليه. قالوا له كيفاش تاخو بنيه خوها ما حبش ياخو اختك. في مجتمعنا تبدو لي غريبه شويه، لكن هذه موجوده راهو في بعض المجتمعات يسميوها البدل. معناتها باش تبدا معناتها العائله سوا ديزون انت خذيت اختي انا ناخذ اختك، ويتفقوا على هذا. راهو في بعض العائلات يتفقوا على هذا وفما قواعد معناتها واضحه وصريحه. على كل اللحظات الحاسمه في الاستوديو الفرع الثاني. له مساء الخير. مساء الخير.
اشكون بحذاك في الاستوديو؟ بحذايا حاجه ورده. مرحبا بها. مرحبا بك يا حاجه. بيك. ما عندكش شك شكون مستدعيك الليله؟ ما عنديش. جمله شنو ندير؟ ماكش داريه؟ اي تو تعرف اللوطه تهبط معايا تشوف شكون مستدعيك الليله. سيرش. اي تفضل. مرحبا. هاي خالتي وردة، اهلا وسهلا. هاي خلينا نعاونك. ايش يا خالتي وردة؟ هاي زيد اطلع لي درجة أخرى، درجة أخرى. أوب. مرحبا بيك. أهلا بيك خالتي وردة، شنو أحوالك؟ بيك. لاباس عليك؟ بيس. محلاهم عينيك يا وردة. والله محلاهم عينيها، لونهم خضر. خضر ولا زرق؟ بارك الله عليك والله. مرحبا بيك خالتي وردة. بيك. يعيشك. عيشك. تتفرج فينا ولا ايه؟ تفرج في عندي ما نقول لك. علي لي صوتك شوي. تفرج. ايوه بيه. عندكش فكره شكون يكون استدعاك الليله ولا استدعاتك في عندي ما نقول لك؟ والله ما ندير. اي هاو باش نقدم لك زوز مؤشرات وقل لي قربوك والا لا. نمشيو للمؤشر رقم 1. طب يا مدام وردة، كل شيء بالسيف إلا الماخذة بالكيف. كل شيء بالسيف الا الماخذة. راي بالكيف. قربوا لكش هذوما خالتي وردة؟ قرب. اي شوف معايا شكون اللي استدعاك ولا استدعاتك الليله في برنامج عندي ما نقول لك. ودي نحكي لك الحكايه كيما حكاها لي هو وقول لي شنو الصحيح فيها وشنو هو الغلط. خير الدين مشى يخطب بنية من الاقارب من العائله ولاد عم تقريبا. مشى يخطب بنية عجبته وعجبها وما فما حتى مشكله. خو البنية حب ياخو بنتك. على غالب مكتوب شاف البنية ما عجبهاش. انت فاهمه الحكايه ولا ماكش فاهمه؟ فهمتها الحكايه. فاهمتها الحكايه. توا الوليد هذايا شنو هو ذنبه؟ ها؟ ذنبه كذا. انا زين بنيتي زين يجيها ويشوف ويروح ويبطل وهو يشد فيها هذا يزيد ويعطوه بالعنف علينا نحن. استناني يا خالتي ورد. راو الماخذة والمكتوب. انا عرفيتهم بالكتبة. راو ايش معناتها بالكتبة؟ ايش معناتها بالكتبة؟ لا ايش معناتها بالكتبة؟ معناتها هو شنو ذنبه فيه جاي الوليد هذا؟ اذا كان معناتها خوها جاي وما عجبتوش البنية مش معناتها فيها عيب. راو لا نفوس الله غالب. مشي ما عجبتوش يا علا. مشي ما عجبتوش. هو جاي لطور. قلنا له رانا عنا وحده مبيت عليها واحد وعنا وحده ما زالت ما هيش ماشي مخطوبه. من الدار جاينا كي هكيك. وقت اللي جا للدار وشاف البنيه ذيك وقعد معاها. قعد معاها في الليل وقعد معاها الصباح. ايوه قبلوا بعضهم معنا بالقعده. قال البنيه ذيك يظهر له هو كي يروح غادي كان للدار نتاعتها يقول لهم نام يمشي للطفله الصغيره. الطفلة الكبيرة ما ناخذهاش. نحب ندور ناخذ الطفلة الصغيرة. والطفلة الصغيرة سي علاء عندها من بيت عليه. عندها من بيت عليها ثاني. مبيت عليها معناتها ناوي عليها. ناوي عليها ثاني. في ما نحب نفهم خاطر ما فهمتيش. هي عندها واحد مبيت عليها معناتها ناوي عليها. ناوي عليها وهو قال نحب ناخذ اللي ناوي عليها. خلينا نسمعوها احنا. استنى احنا خلينا نسبقوا الخير يا حاج. توا هو قال لي امي مش راضي عليه وبابا مش راضي عليه. خلينا نسمعوا خير الدين. يا خير الدين هاي امك بحذاكش تقول لها سيدي. اول حاجه نحكيها للوالده سي انا نقول لها سامحيني هي مريضه عندها السكر والله يخمم عليها من البارح ما رقدتش 24 ساعه. لا سيدي فتنا خويا في الحفظ والصون. فرحوا بيك يا حاجه ولا؟ فرحوا بيك. خايف عليها وانا وامها نحبها وما نجمش نعمل حتى شيء من غير ام وبابا. فهمتني؟ ما نجمش نعمل حتى شيء. ايش تحب تقول لها؟ هاي قدام. نحب نقول لها سامحيني معناتها ونحبها معناتها توقف معي وقفه باهيه وانا وصلت عمري 30 سنه ما عدتش معناتها باش صغير يلزمني نعمل دار يلزمني نستقر يلزمني نحاول نحسن حياتي وربما معناتها البنيه ذي تصلحني وتحسنني اموري. وتعبت برشا سي علاء في حياتي برشا دمرت برشا. لا ما انت تحكي لي انا ولا لامك؟ لا
نحكي لك الام معناتها باش تفهمني. احكي لها مثالش، احكي لها ليها هي. لاني انا معناتها تعبت شويه تحس بيا، لاني انا معناتها ماشني صغير، عندي 30 سنه اكبر كلا، فهمتني؟ نحب نعمل دار، نحب معناتها هي ترضى عليا، معناتها هي موجوده حيه، معناتها نحبها تحضر كيك الشاب، وما نجمش تبقى ديما امه ما نبدلهاش حتى بانسانه مهما تكون. في بالك بيه خطب ولا؟ ما في باليش بيه. ايوه قلت لي يا خير الدين في باله. ما في باليش بيه خطب. في بالها الحكايه ذي يا سي علاء من الاول، من اللي جت الحكايه ذي المره الاولى فرحت تقول ولادي، قلت ناخذ ليه ما يصيرش. وكي جانا الطفله ذي وقعد مع بنتي ومشى روح هكا كيلي وجعتنا نحن رواحنا، قلنا كيفاش هو يمشي لاخته وهو يقول ما ناخذش بنتكم، يقول لنا ناخذ الطفل نبيت على الاخر، ولا تلانا حاشاك كل لعبه الاخوات في بعضهم يحب يخلي اللي جاي كيما يا حاجه من فم البير ولا قاعوا. علاش ياخذوا بعضهم ومش راضيين ومن بعد يطلقوا وتصير مصيبه وتصير كارثه؟ راضيين راهم الاول ما يقولوش لنا، راهم هم اللي قالوا لنا. كي توا اللي صار يا حاجه، هو حب على الطفله، ولدك حب عليه. حب عليها الطفله، لا تعبني في حياتي، هاون ورا ولدي تعبني، عنده يمكن يجي شهرين. سي علاء وانا مريضه عندي السكر، بنضرب 2 طايحه ميته. هذه لا لاباس عليك، لاباس يا حاجه، تو مريضه لا لاباس عاد لاباس. سمعت تعبني، شد في ربي يا حاجه، شد في ربي. خطبت له قبل المرض هي امراه وتممت له بمثل. سمعت انت موافقه على ما اخذته من المراه هذه ولا؟ لا مش موافقه عليه. علاش يا حاج؟ هكا الطفله ذي يحرشوهم عليه يقولوا راح نعطوك نحن المراه من غير امك وبيك وعاد عيالتنا الكل. مش صحيح سي علاء. بالنسبه اسمعني يوم اكلمك، بالنسبه اللي اعطوني المراه ما عندهمش حتى ذنب. عندها، لانهم هم حكوا معي قالوا له ماذا بينا نحن، فهمتني، بامك وابوك. انا هو اللي سرعت في الحكايه. لا هو سرعت في الحكايه. تصحيح صحيح. انا هو سرعت في الحكايه، ما عندهمش حتى ذنب. اسمع سي علاء، انا اسمعني يمشي يخطب وحده، يفهميني يقضي قضيه وحده يا ودي فهميني خلنا ويمشي ويسمعني لا لا وهو زاد، لا راني نا امه ويحقرنا. هو ولدك زاد. بلا سامحني كلمك يا خليني نتكلم. بالنسبه لي انا الدار هذا مش اللي ندافع عليها، ما يسموا معناتها تو انسيابي صحيح ونحترمهم، ما عنديش حتى اشكاليه معاهم. وانت راني ما نعطيكش حتى الانسانه في الدنيا. ياك عطيتني لا ما نعطيكش حياتي هذيا، راني باش نعيش لا مش تعيش معايا انت. يتمنى فينا سي علاء بي شيء بكبه. يدي اسمعني، انا ما نشوفوه يامس يجوني للدار ما نجمش يوقف من الدار. لطف عليك حاشاك يقول الوالدين تاعو عادوا يشفروا فيه بالمشطه. لا لطف عليك. اسمع لا واشني العيله لا يا حاجه ما تقولش هكا، انت بركه ماخذه في خاطرك شويه. ما سامحني كلمك فهمني. بالنسبه لي انا معناتها كي جيت هنا حبيت نرضيك كي انت كالوالد، وراني حاجتي بها الطفله هذه، انا معناتها راني ما بدلش قراري جمله عليها. انت ظلمتيني المره الاولى قلت لي عليها وبعد جبتي. قلت لك عليها راهم هم اللي قالوا الواحد. كنتش نعرفهم لا كنتش نعرفهم الساعه. هم اللي قالوا الواحد. يا حاج سامحني طبعا انا لحظه بركه يا خالد يا حاج. تو هو شاف الطفله وعجبته، عجبته استناني عاد. هاي المشكله وين؟ خوها هي جا حب يشوف بنتك ما عجبتوش. حب قال ما ارتاحلهاش يا حاج. قال ناخذ الاخرى. انا هي الاخرى ناخذ الطفله الاخرى. اي ناخذ بعض اللي يروح من عنا قال ناخذ الاخرى. انا هي الاخرى اختها الصغيره. اي صغيره. ما زالوا الاثنين ما وصلوش 20. علاش ما عطيتوهالوش؟ مبيتين عليها. مبيت عليها واحد اخر، كيفاش نعطوها نحوها لهذيك؟ هي حاجه ما كتبش المكتوب، ما كتبش خويا، ما كتبش حتى هو ما كتبش ليه؟ بنتي ما كتبش ليه؟ هذه المراه ذي. لا هو مكتوب وكتب يا حاج. مكتوب وبي انا مشى حاشاك شمخني، مشى خطب وحده وقضى القضيه وحده وقبلوه وحاشاك وشمخونا نحن الدار الكل. باهي يا خير الدين، امك حاسه اللي العائله كامله العائله مش هكا معناتها خليتها بيهم وخليت ناس يحكيوا عليهم، مشيت خطبت وخذيت زاده من غير ما هزيت لا امك لا ابوك، وكانك نفختهم معناتها الناس الكل. ايش يقولوا عليهم الناس زاد؟ صلي على النبي خلينا نحكي معاك. طيب لها خاطرها هي. صلي على النبي خلينا نحكي معاك ساعه. زعموا هما قالوا له نعطوك، انا المره نعطوها ليك حتى من غير امك وبيك نعطوك. صلي من غير امك وبيك. صلي على النبي. قالت صلي على النبي. صلي على النبي. تفضل باش ياخذنا هو ولدي مش نتفق فيه. صلي على النبي. اسمع تو البنيه كتبت له هو وبنتك ما كتبتش الخو البنيه اللي اسمعني والله العظيم ربي بالك ما مكتوبها مخبينها سمعت لا بيا ما بنتي نحيتها من راسي اصلا. سمعت
الا بيا البونت واللي عملوه بيا هما معنا عملوا بيا شمخونا عائله كامله كلها 14 رقبه شمخونا كلها لا ابويها لا امها لا اخوه الكبير لا اخوه الوسطاني لا اخوه الاقل منه لا اخوات واربع بنات شمخونا نحن ونشاخطب وحده وما حضرش امه نهار اللي يخطب هنا نبكي بالدار ما هو شمخني ونبكي عليه قلت ليتني راني ميته وولدي ما يجي لي جبانه ويقول لها امه راني مشيت نخطب وحدي وعلاش يشمخنا؟ ما يصبر هو الساع يصبر يسعى شغلنا نحن مش تزرب ويقبلوه هما. اي علاش زربت انت شويه يا خير الدين؟ كما راك لطفت الامور وحبيت الموضوع بشويه بشويه. علاش زربت وتنطر؟ اسمعني سامحني سي علاء نكلمك. مشيت تخطب اي تو امك متغشه والعرش كامل متغشش شنو هي الحل؟ ما العرش كامل متغشش دار حاجه ما تكبريش الحكايه بشويه بشويه. راني جيت معاك شويه. سي علاء اسمعني نا ولدي حنين عليا بكري حنين عليا حاول يتصاقر فيا ما يعطينيش نرقد في السبيطارات يشرق السبيطارات على جيلي ماما تو الحمله ذي ما نكذبش عليك راو ما عادش وقت الكبده كان مش الكبده بنت الكلب نقول مش ولدي كبده بنت الكلب وقت تربش انا الليله حاشني بك الكبده بنت الكلب هذيك حاسني بها الليله كبده بنت الكلب مش مداني كبده انت اي مداني كبده ما لا كذا انا صغيرك في بلاصه وانت في بلاصه ما تلبسش كبدتك على صغير مالا ناس يعني نهار يخطب شاه ويخطب وحده وغادي كان انا بالدار نبكي باهي هاي توك كبده بنت الكلب نحبها تتحير الليله وترجع لبلاصتها. بالله سامحني غنكلمك يا لحظه. انت لطف لها خاطرها ما تجبدهاش الحكايه انت يا خير الدين تشبيك. هاي قول لها كلمتين حلوين ويجا رضيها. كان لازم نعاودوا خطبه اخرى يا خويا. ولدي مش محظوره هي شنو ولدي مش ولدي هي هو يرضع في هذه وهذه ومش نساقه فيه مسامحاته والله مسامحاته قدام ربي مسامحاته. المراه ما نكذبش عليك المراه ما نحبهاش المراه اللي ما حضرتش فيها علاش عملتك المراه يمشي ما عندوش تعالى ما يكتب حتى شيء كان الفيصة على ظهره هاو يصقر بيا هاو ما يكتب حتى شيء وناي 10 في العائله 10 في العائله. هاي يا خير الدين نعم هاي ايش عملنا تو؟ انا ماذا بيا ترضى عليا معناتها توقف معايا معناتها في عرسي وماذا بيا تفرح معايا. سيد باش يعرس طالب رضاك. لا مش ما نحضرش ليها اصلا ما نكذبش عليك هكا سمعت ولا هو نسامحوا ولدي ماما في الحكايه ذي لا هو طالب حضورك لا انت نويت له على بنيه اخرى باش يخطبها؟ قلت له ما تاخذش هذيك وناخذ لك كي نبيع عليك تهبط الارض خذ واحد اخر ونقدر لك على كيفنا. قال لك لا يا حاجه يا اخي ماكش باش تاخذها انت باش ياخذها هو ودي ياخذها هو هاي جايتني على كيفك انت هاي جايتني ناصي على بالله ما جاي لي انا الناس هذول قلت لك انا ما قعدت مثلي قبلتهم اصلا يا حاجه هو باش ياخذها مش انت تختار هو ياخذها اعطوها بالله نف علينا نحن على عائلتي كامله قالوا له ويجا نعطوك ومن غير امك وبايك تو هما مشي لهم ما نجموش يقولوا له نحن ما نقبلوكش الا بامك وبايك. يجي يقف بحذايا يا حاج يجي يقف بحذايا اقف يا خير الدين ايش خلينا نعاونك شوي يا حاج يكون منك العقل اسمعني راني مريضه والله لا لاباس والله لاباس اللي مرضني يا بنتي لاباس صلي عني بيه يكون منك العقل يا بنتي يكون منك العقل لا وجاي باش يبوسك مك الجبين لهنا ارضى عليه بركه يا حاج نرضى عليه قلتي نرضى عليه نسامحوا لا مش على تسامحوا نسامحوا يا بنتي الراجل باش يعرس يحبك تحضر وتكون موافق على عرسه. اسمعني يا حاج سامحوا وتوافق على عرسه من البنيه هذه. عرسه لا استناني عاد انا قلت ما نحضرش فيه يا حاج اللي لو كان ميته فقبرته نسمع بيه. انا باش نسالك وانت جاوبني يا حاج يكون منك العقل ولدك جاي طالب رضاك وطالب انه يعرس بالبنيه هذه اللي اختارها راهو العرس راهو مكتوب صحيح صارت هكا الحكايه اسمعني صحيح صارت هكا الحكايه انه خو الطفله ما حبش يرضى بنتك مش ما عجبتوش مكتوب قال مش مكتوبي الوليد توا خطب وما قالكمش جاي طالب منك السماح وطالب منك توافق على عرسه من البنيه هذه. سؤالي ليك موافق ليه لا يا حاجه لا حاجه اسمعني خالتي ورده سؤالي ليك هو سؤالي ليك يتفتح مثال شان تو نشدك انا سؤالي ليك يفتح هذا الستار توافق له على عرسه بالبنيه يفتح الستار نعم ام لا؟ قلت لك هو لا يا حاجه لا ما نحضرش فيه يا حاج
اسمعني يا سي علاء. يا خير الدين يا سي علاء ترضى عليه تحضر في العرس؟ لا ما نحضرش ليه، قلبي يخيب عليه. انت تحب امك وابوك يحضروا في العرس يا خير الدين؟ ماذا بيا عليهم انا مش لا مش ماذا بيا، ايه ولا لا؟ ما تقوليش ماذا بيا. نحبهم يحضروا معي. تحضر معاه في العرس وتوافق. يفتح هذا الستار. ما نحضرش. نحكي لك توا على الستار يا حاج. يفتح الستار. يفتح عليه هو. لا المرأة لا. اسمعني، ما يتحل الستار هذا الا ما توافق على المرأة، هكا ولا يا خير الدين؟ نعم انا نحبها هي تكون معناتها قابلة الحكاية معناتها قابلة عرسه. يفتح الستار ولا لا؟ ما نحضرش في عرسه. لا ولدي ما نحضرش في عرسه يا سي علاء، قلت لك ما نحلش الستار. ما تحلش الستار، هو ولدي مش ولدي، نسامحه مسامحاته. لا هو طالبك مش تحضر في عرس، توافق على عرس. لا عرسه الناس هذول جوبوا عنف علينا، حشيك وشمخونا، لا حسبوا الشايب لا حسبوا الوسك لا حسبوا المقمط لا حسبوا حشيك، ما حسبوا منا حتى حد. يعني يفتح الستار والا لا؟ لا ما يفتحش العرس. ما شكرا لك يا حاج. ما نحضرش ليه العرس، ما نحضرش. تفضل يا حاج. هذا هو ولدي مش ولدي من العرس هذيك. هو طالب رضاك وتحضر في عرسه. لا ما نحضرش فيه. بحذاك ما نحضرش فيه. نقول له ما خير. اقعد خير الدين. نعم. العادة هذه موجودة في موجودة الظاهرة هذه. موجودة الظاهرة هذه. موجودة. اي مش العائلات الكل ياخذوا الأخوة ولا موجودة العقلية ذي مش بصفة غريبة. موجودة برشا؟ مش موجودة برشا. ما زالت في بعض العائلات ما زالت تاخو بنية يلزم خو البنية ياخو أخت الواحد. مش على شوف أنت توا قدام إشكالية بصراحة نقولها لك ونبدأ معك واضح وصريح. فهمتك. أمك مش موافقة على عرسك من البنية هذه. فهمتك. للسبب اللي قلته لك. أنت لهنا ليك أنك تختار، يا ترضي والديك وتبطل من الطفلة، يا تاخذ طفلة ورضا الوالدين موضوع آخر. إذا كان فما حاجة تغيرت الأيامات الجاية تنجم تكلمني خير الدين. في كل وقت خطوطنا مفتوحة، تنجم تتصل بنا في. بالله يسامحني تفضل. نحكي معك. تفضل. أنا قراري باش نواصل حاجتي